السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف صلاح البطني. قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم، ما تنساوش تصليو وتسلموا على رسول الله عليه افضل الصلوات. دائما مستمرين مع سلسلة حلويات عيد الفطر، وكما سبق وقلت لكم هذه المرة راح نشارك معكم وصفات معروفة سهلة وبسيطة، اي واحد فيكم يقدر يحضرها، وراح نحاول نبسط لكم على قد ما نقدر. اقتراح اليوم ان شاء الله راح يكون وصفة او حلوة الكوكياج باسهل طريقة، محشية بالكابريز والمكسرات، بتزيين جد بسيط وشكلها بزاف راقي، واي واحد فيكم يقدر يحضرها وما تديش منكم وقت كبير. تساعد بزاف الخدامات اللي ما عندهمش الوقت. هاد الحلوه تقطع لكم كميه لاباس بها وما تديش منكم وقت كبير، وبطبيعه الحال بمكونات بسيطه وتجي خفيفه وتجي هشيشه من اروع ما يكون، ذوب في اليد قبل الفم. خليكم مع المقادير واش نحتاجو. عندي 250 غرام تاع مارغرين تكون بدرجه حراره الغرفه، نص كاس نتاع سكر كلاصي، نص كاس تاع نشا، حبه تاع بيض كامله، زوج ملاعق كبار تاع زيت نباتي، قرصه تاع ملح، ملعقه صغيره نتاع لافاني سائله ولا غبره، ونحتاجو بطبيعه الحال الفارينه. اول حاجه نبداو بها، عندي 250 غرام تاع لا مارغرين كما قلت لكم تكون بدرجه حراره الغرفه، نحطوها في ريسيبيون، نضيفوا لها حبه تاع بيض كامله البياض والصفار، قرصه تاع ملح، زوج ملاعق كبار نتاع الزيت. وبالنسبه للسكر انا قلت لكم ديروا نص كاس، سينو تقدروا ديروا زوج ملاعق فقط، لانه الحلوه تاعنا باش ما تجيناش حلوه بزاف، لانه فيها الكابريز حلو وايضا فيها السكر كلاصي من الفوق، واللي يحب يزينها بالشوكولا ايضا راح تجي حلوه تقهم بزاف. ديروا زوج ملاعق يكفيو، ما تحلويوش بزاف العجين تاعكم. نزيدو نضيفو لهنا بعد ما ميكسينا هذوك المكونات بالباتور، نزيدو نضيفو نص كاس نتاع النشا، هو اللي راح يزيد يعطيها هذيك الخفه والهشاشه. ومن بعد نخلطو ونزيدو ايضا كميه من لافاني حوالي ملعقه صغيره باش نكهو الحلوه تاعنا، ونخلطو. كل ما نضيفو مكون كل ما نخلطو بالباتور، اللي ما عندوش الباتور يقدر يخدم فقط بسباتول. ومن بعد نضيفو الكاس الاول تاع الفارينه، وعلى راس الملعقه صغيره خميره كيميائيه اقل من ربع ملعقه صغيره، ونضيفو ايضا كاس اخر او كاس ثاني نتاع الفارينه، ونزيدو ايضا الكاس الثالث، ونخلطو. حاولوا ما تيبسوش العجين تاعكم. بالنسبه للكاس الرابع راح نضيف بالتدريج، نضيفه بالتدريج بالتدريج حتى نتحصلوا كما قلت لكم على عجينه اللي تكون طريه، ما تشبعوهاش فارينه. وهذا هو القوام اللي تحصلوا عليه. ادات لي انايا 3 كيسان وربع فقط، وانتم حسب النوعيه تاع الفارينه. بعد ما تحصلنا على عجينه نروحوا نجيبوا هاد لي مول، هذو تاع الورده اللي راهم يتباعوا وحده على ما اظن ب 1500 فرنك، يتباعوا عند اللي يبيع دوزان الحلويات. اشري حوالي 30 ولا 40، اخدمي بهم وخبيهم تحتاجيهم منا وجاي. المهم لهنا نديرو كميه من العجين في هذوك ليمول، ونحاولوا نعدلوهم بالاصابع تاعنا، وهذاك الزايد نحيوه بالموس. طريقه جد سهله وبسيطه. وكما قلت لكم بالنسبه للخميره الكيميائيه نديرو اقل من ربع ملعقه صغيره، باش العجين تاعكم ما يضعفش الحجم تاعو من بعد كي تفوتوه للفرن ويخسر لكم الشكل نتاع الحلوه تاعكم. بنفس الطريقه راح نكمل مع كامل الكميه تاع العجين ومع هذوك ليمول، وبنفس الطريقه نحيو هذيك الزياده على الجوانب بالموس ونعدلوها براحه اليد. لهنا بعد ما شكلت الحلوه تاعي كامل في هذوك ليمول، دوكا واش راح نديرو؟ الفرن تاعنا نكونوا شعلناه مسبقا على 180 درجه، نشعلوه من التحت فقط ما تشعلوش من الفوق. كي تشوفوهم بداو يحمروا على الجوانب نطفيو عليهم النار. راح تدير لكم حوالي 25 دقيقه في الطياب تاعها، ونديموليوها. نحيو هذوك ليمول ويتنحاو بكل سهوله، لانه الحلوه تاعنا اصلا راهي بات صابلي مخدومه غير بلا مارغرين والزيت، بلا ما دهنوا ليمول تاعكم. ولا هنا لازم نديرو حبه فوق حبه، نخليو الحلوه تاعنا تبرد تماما بهذا الشكل. شوفوا كيفاش يتنحاو وشوفوا كيفاش يجي الشكل تاعهم. ومن بعد لهنا بالنسبه لافارس، نتوما لكم الاختيار واش تقدروا تحشيو الحلوه تاعكم. سينو انا لهنا اليوم جبت لكم كابريس تاع الشوكولا وكابريس بالكراميل، يعطيكم واحد البنه الحلوه من اروع ما يكون. وانا يعجبني بزاف بزاف الكابريس تاع الشوكولا، هذا من اروع ما يكون. نحشيو الحلوه تاعنا بالكابريس. كيما ممكن تخلطوا الكابريز مع الكاوكاو ولا مع الجوز. سينو الجوز تشريو حوالي ب20 ألف، راح يدير لكم كمية لاباس بها، تقدروا تكونكاسيو كمية اللي تحشيو بها كما كنت تشوفوا، وكمية تخليوها حبيبات تزينوا بهم على الوجه. يعني حلوة اقتصادية ما فيهاش مكونات كثيرة. بالنسبة للكابريس أيضا راح تلقاوه عند اللي يبيع دوزان الحلويات، ماهوش غالي، على ما أظن ب20 ألف، ويدير لك شحال من مرة، علبة وحدة تكفيك. درت انا بذوق الشوكولا، وراح نزيد ندير نصف الكمية راح نديرها بذوق الكراميل. واذا شتو الكراميل تاعكم حسيتوه يعني نوعا ما شاد روحو غبنكم في الخدمة، تقدروا تحطوه في الميكرووند ولا على حمام مائي فقط، وتخلطوا مليح
راح يذوب لكم ويولي لكم سائل. هو فقط كي يبرد راهو يحكم روحه ويولي يتعالك لكم ويغبنكمش في الخدمه. سينو انا راني ما سخنتو ما والو، بالملعقه وبالاصبع ونحي ونخدم حتى نعمرت كامل هذوك لي فون دي طارت اللي خدمناهم مع بعض. ومن بعد لهنا نروحو نجيبو القسم الثاني من العجين، وراح ندهنوا له هذوك الحرف بالكراميل باش نقدروا نلصقوه في الجزء الثاني اللي حشيناه بالكابريس. بهذه الطريقه، طريقه جد سهله بسيطه. ونحيو هذاك الزايد على الجوانب ونحطوها، وبنفس الطريقه راح نكمل مع كامل الحبات. كما قلت لكم بالكابريس هذاك اللي درنا به الحشو هو نفسه اللي راح نديروا به او نلصقوا به الحلوه تاعنا. حاولوا لهنا يعني باش كما قلت لكم ما تغبنكمش في الخدمه، الكابريس تاعكم تحطوه في حمام مائي ولا في الميكرووند يطلق روحه شويه وتخدموا به فاسيلمون. يعني تقدر حتى تخدميه بالريشه او بالشيته عفوا. ونلصق الحبيبات تاعنا بهذا الشكل. ومن بعد لهنا واش نديرو، نحكموا بالملعقه شويه من هذاك الكابريس وراح نحطو على الوجه نتاع الحلوه باش نقدروا نلصقوا الحبه تاع الجوز. وكما قلت لكم الاختيار، تقدروا ديروا بيستاش، ديروا جوز، ديروا لوز، ديروا كاوكاو، كل واحد ومقدوره. بصح انا نشوف انه الحلوه هذه نتاع الكوكياجا تتماشى بزاف مع الجوز، سواء في لافارس ولا في التزيين. وكاين اللي يزينها بالشوكولا البيضاء، يعني تذوبي شويه شوكولا بعد ما تلصقي هكا الحبات بنفس الطريقه، تذوبي الشيكولا وتطلي بها الحلوى تاعك كامل. وبالنسبه للتزيين بعد تحطي جوز على الوجه ولا ديري ناكري دوري ولا ديري خطوط بيضاء كما تحبي. بالنسبه لطريقه التزيين لكم الاختيار، ولكن انا نشوفها انها نخليها كسامبل باش يجي التزيين تاعها بسيط وراقي في نفس الوقت ونسهل عليكم العمليه. سيرتو في العيد، على بالي باللي ما عندكمش الوقت، على بالي راكم مازلتوا ديروا في الفطور، سيرتو اللي عندهم عائله كبيره وكلش يديروا في الطاولات ويديروا في الفطور وكلش، ومع القاطوات ما يلقاوش الوقت. هذه الحلوه راح تساعد الخدامات ولا المزروبات ولا اللي ما عندهمش الوقت وحتى ربات البيوت. نتمنى انكم تجربوها من اروع ما يكون، ولازم تجربوها بالكابريس، يعني تحشوها بالكابريس وبالجوز. انا ننصحكم انكم ديروها بالجوز لانه باللوز ولا الكاوكاو ماهيش راح تجيكم بنينه بهذا الشكل. وبالنسبه لطريقه العجين الصابلي او عجينه الصابلي اللي حضرتها معكم، تجي هشيشه وتجي خفيفه من اروع ما يكون. اذن هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، حلوه سهله بسيطه جافه اقتصاديه محشيه بالكابريس، حلوه الكوكياج. شوفوا الشكل تاعها كيفاش جات من بعد كي حطيتها في الكيسات والارغونزا. ما بقى لي نقول لكم شهيتكم بالصحه. اذا عجبتكم لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم، ما عليكم الا تكثروا لي من لي جام وتكومونتيو لي اسفل لا فيديو. واذا عجبتكم قناتي ما عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. ما بقى لي نقول لكم شهيتكم بالصحه. ما تنسوش تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء والاحباب. صحه فطوركم والسلام عليكم.